ماتيو طهموش، المحترف السوري الذي يكتب التاريخ في فرنسا. في ظل بحث المسؤولين عن الكرة في سوريا عن اللاعبين من ذوي الجنسية المزدوجة، فهناك لاعب سوري يلعب في فرنسا وهو ماتيو طهموش. فمن هو وما هي قصته؟ ولد ماتيو طهموش في فرنسا لأب سوري هاجر إلى فرنسا في مطلع الألفية الحالية، وتزوج ثم أنجب ماتيو الذي ولد في 29 من يوليو في عام 2003. أحب ماتيو كرة القدم في سن صغيرة لينضم إلى عدد من الأكاديميات غير المحترفة، حتى وصل إلى أكاديمية نادي ريد ستار الفرنسي الذي يتواجد حاليا في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي. وبعد أن قضى طهموش عدة سنوات في نادي ريد ستار، جذب انتباه كشافي نادي ستراسبورغ الفرنسي الشهير بسبب أدائه في بطولة ودية مخصصة للناشئين تسمى كأس بانامي لفئة تحت 15 عاما، وكان هدافا للبطولة، لينضم بعدها إلى أكاديمية نادي ستراسبورغ في عام 2018. الشاب السوري يلعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيسر أيضا، ومنذ انضمامه إلى فريقه الجديد وهو يتدرج بشكل طبيعي في مختلف الفئات السنية، وهو يعتبر أول لاعب سوري يلعب لأي ناد فرنسي في التاريخ. ووصل طهموش إلى فريق تحت 19 عاما في نادي ستراسبورغ، وبدأ في المشاركة كأساسي ليظهر في موسم 2020-2021 في 9 مباريات، سجل هدفا وحيدا وقدم مستويات رائعة. أما في موسم 2021-2022 لعب 6 مباريات فقط، ليقرر المسؤولون عن أكاديمية الفريق تصعيده إلى الفريق الرديف أو ما يسمى بفريق تحت 21 عاما. في نفس الموسم ومع فريق ستراسبورغ الرديف ظهر في 18 مباراة وصنع 4 أهداف ليصبح من بين نجوم الفريق. أما في موسم 2022-2023 لعب الشاب السوري 14 مباراة، وفي الموسم الجاري أي موسم 2023-2024 لعب 15 مباراة مع نادي ستراسبورغ الرديف الذي يشارك في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي. ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024 وهو عقد هاو حتى الآن، ولم يوقع أي عقد احترافي في مسيرته حتى اللحظة، ولا توجد أخبار حول إمكانية تجديد عقده مع الفريق الفرنسي أم أنه سيرحل في نهاية الموسم. بدأ ماتيو طهموش في جذب انتباه المسؤولين عن الكرة في سوريا، وبالأخص المدير الفني للمنتخب حاليا الأرجنتيني هيكتور كوبر، لبحث إمكانية ضم اللاعب إلى المنتخب السوري في التوقف الدولي القادم، والذي سيلعب فيه نسور قاسيون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم مع كل من كوريا الشمالية واليابان. لم يمثل ماتيو أي من الفئات السنية لمنتخب فرنسا، فهل نرى محترفا جديدا في صفوف المنتخب السوري؟